السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنقدم لكم طريقة حلوة جميلة جدًا كل الشعب المصري بيحبها، وأي حد هياكل الطريقة دي بصراحة يعني هيحبها أوي. فالنهارده إن شاء الله هاقدم لكم بيتزا. ممكن يا شيف كرم تقول لنا؟ اهلا بكم متابعينا الاعزاء. النهارده هنتكلم على طريقه وعجينه البيتزا ل1 كيلو. هنمسك حاجه من المقادير كده مع بعضينا. ده عباره عن نص كيلو دقيق زيرو طبعا، عشان خاطر الجلوتين في الزيرو بيبقى عالي جدا. ده كده النص كيلو التاني، يبقى كده احنا عاجنين كام كيلو؟ كيلو دقيق بالظبط. كده عباره عن معلقه ملح ومعلقتين سكر مع الخميره، واخد الملح مع العجينه اهو. دي الخميره، عباره عن كيس خميره، وعندي 4 معالق زيت هيتحطوا في الآخر. هنبتدي نوزن نشتغل الخميرة. قلنا هنحط على الكمية اللي هي كيلو دقيق، قلنا هنحط بالظبط 2.5 كوباية مية سخنة. ادي كده كوباية، ادي كده كوبايتين، ادي كده النص. على ما اعتقد كده الطريقة سهلة لأي حد ممكن ان هو يستخدمها. ممكن أسألك سؤال يا شيف كرم؟ هي المية بتبقى سخنة قد إيه؟ المية عادي يا دوبك تبقى دافية. الخميرة تبقى دافية بس. يعني تبقى دافية. كده احنا حطينا المية، حطينا عليها معلقتين السكر، ودلوقتي هنبتدي نفضي عليها الخميرة ذات نفسها. هنبتدي نقلب الخميرة مع السكر مع المية ونركنه لمدة 10 دقايق، وهنخش دلوقتي نلف العجينة هي كمان حوالي 10 دقايق. نركنها في نفس الكوب بعد ما فضينا طبعا المية اللي فيه، وهنغطيها عشان التعقيم، زيادة التعقيم، وعشان تختمر كمان. طيب هنا دلوقتي احنا حطينا الدقيق مع، المفروض ان انا هقلب الاتنين مع الملح، هقلب الاتنين مع بعض بالراحة كده، بقلبهم بطريقة دائرية بحيث ان الملح يتمركز كله في قلب الدقيق، بحيث الطعم كله يطلع يبقى متجانس معايا. واخر حاجة اتفقنا ان انا هنزل عليها مية بالخميرة بقى، صح؟ مية الخميرة، واخر حاجة خالص اللي هو الزيت اللي احنا اتفقنا من البداية، اللي هم ال4 معالق زيت اللي قلنا هننزل بيهم في الاخر. والخميرة محطوط فيها سكر صح كده؟ عدينا ال10 دقايق خلاص على الخميرة. دلوقتي بالظبط عدى 10 دقايق بالظبط. بعد ما شكلها ابتدى يختمر كده معايا زي ما احنا شوفنا كده. مدة العجن احنا اتفقنا ان هي 10 دقايق، فاحنا هنفضل نعجن كده لحد ما تتجانس العجينة كلها لمدة كام؟ 10 دقايق. هنفضل نعجن لحد ما تمسك مع بعضها صح كده؟ بالظبط كده. ونخلي بالنا عشان كتر العجن لو عدى عن ال10 دقايق العجينة كل ما الحرارة بتاعتها بتعلى كل ما بتفصل، ما بترتفعش معاك اكتر. ونلاحظ برضو ان الخميرة لو قعدنا العجينة وسبناها ترتاح فترة طويلة برضو بتأثر على جودة الخميرة. بالنسبة للناس اللي هي بتحب تركن العجينة في الفريزر، العجينة بمجرد ما دخلت الفريزر ما بترتفعش في الفرن، برضو من الأسرار بتاعة العجينة. بقى يا حبايبي احنا بعد ما العجينة عندنا ابتدت ان هي تلم زي ما احنا شفنا بالمنظر ده كده، احنا طبعا طلعناها من الصينيه عشان خاطر ايه؟ نعرف نتملك من العجينه براحتنا. وزي ما انتم شايفين طريقه العجن، بصوا ان انا بتني ايدي وباخد العجينه من اولها لاخرها، بحيث ان انا امكس العجينه والدقيق كلهم مع بعض، ما تبقاش ناحيه واخده طعم وناحيه تانيه واخده طعم تاني. بصوا حضراتكم كده تلاحظوا ان العجينه بتبقى بالقوام ده وتلم معانا. بصوا كده احنا تعتبر العجينه لمت، احنا كده يعتبر عدينا 7 دقايق. هي كده مش هتحتاج ميه تاني صح؟ لا خالص اهي. احنا هنعرف العجينه اصلا قربت ولا لا ازاي. المفروض العجينه اما اعمل كده تكون ما بتتقطعش مني. بصي بتتفرد ازاي ما بتتقطعش مني؟ مفيش ولا تقطيع. وما نحط الزيت كمان احنا كده عدينا 7 دقايق. مجرد ما نحط الزيت هتلاقي كمان المطه دي بطلت تتقطع نهائي. زي ما قلت لك ان احنا نحط الزيت ده 4 معالق بالظبط اهو. 4 معالق بالمعلقه العاديه اهو. خلينا في الفعل اهو. 1 2 3
4. لو كنا اديناها ميه تتر معانا شويه. ايوه بالظبط كده. لازم نضغط على العجينه كده واحنا بنمشيها عشان الضغط ده ايه العجينه بتتجانس مع بعض. طبعا يا جماعه ده كده شكلها بعد ما اتعجنت خالص. انا كده بالظبط اخر شويه زيت موجودين بحاول ان انا ادهن بيهم. عدينا 10 دقايق اللي هي 10 دقايق عجن يعني. بناخد شويه الزيت اللي متبقيين كلهم ونعملها ككفر بالظبط كده. بنسيبها بالظبط كده حوالي ربع ساعه تختمر. طبعا هنغطيها بحاجه دلوقتي قماش، وهنسيبها بالظبط ربع ساعه ونرجع لكم تاني واحنا بنشيل القماش من عليها ونوريكم منظر. هنبتدي ناخد الطماطم زي ما قلت لكم مقاديرها في اول الحلقه. ناخد الطماطم وناخد السكر والملح وناخد الزعتر وناخد التوم باودر وناخد الصلصه، وهنروح نسبكها على النار عشان بتاخد وقت 5 دقايق في التسبيك. نستغل الوقت اللي العجينه بتختمر فيه وهنروح نسبك لكم الطماطم ونرجع مع بعضينا بسرعه تاني. احنا كده يعتبر عدينا الربع ساعه العجينه اهي. الاول هنقطع العجينه عشان لسه هنسيبها ترتاح ربع ساعه تاني. يلا بينا هوريكم دلوقتي ازاي هنقطع العجينه ل4 قطع. الكيلو هنقطعه ل4 قطع، وبعد ما نقطعه ل4 قطع هبتدي اوريكم ازاي هكور الكور بحيث ان هما ما يبقاش داخلهم اي هوا خالص، ويبقى بطريقه سهله للفرد عشان تطلع معايا القطعه دائريه زي المطاعم والفنادق بالظبط. حاجه ان شاء الله باذن الله كلكم هتقولوا عليها تحفه. ادينا شايفين اهو بنكور العجينه ازاي. وطبعا بعد ما نكور العجينه برضو هغلفها لكم بكيس بلاستيك عشان خاطر لو ما اتغلفتش العجينه بتقشف او بتنشف وتتقطع وهي بتتفرد. يلا بينا بقى ايه بعد ما نغلف العجينه ونسيبها ترتاح الربع ساعه التانية. وعملت لكم طبعا الصلصه وجهزتها زي ما انتم شايفين اهو. الصلصه ما فيهاش اي حبوب كبيره، وطعمها طبعا جميل عشان السكر اللي اتحط فيها. هنبتدي نفرد العجينة، هندي رشة دقيق تحت وفوق العجينة. هنبتدي نبطط العجينة ببطن ايدينا عشان خاطر تطلع دائرية زي ما احنا اتفقنا. عايزين العجينة ايه؟ دائرية. شفتوا انا عاملها راوند ازاي دائري؟ طبعا بفرد العجينة بالنشابة، بسيب سنتي قدام وسنتي ورا بحيث ان العجينة تبقى متساوية ودائرية، لان لو فردت كله وما سبتش السنتي اللي قدام واللي ورا ده هتطلع العجينة مستطيلة. كل الملحوظات دي لازم نخلي بالنا منها واحنا بنفرد العجينة. دلوقتي فردنا العجينة اهو وضمننا ان هي متساوية 100%، وشيلنا الدقيق من عليها. هنبتدي نخرمها زي المطاعم والفنادق. بعض المطاعم والفنادق بتخرم العجينة كده بالشوكة بحيث ان هي بتديها مسام للهواء. هوريكم طريقة تانية برضو في الصينية اللي جاية، ان احنا هنعملها من الحواف مرتفعة سنة زي ما بعض المطاعم برضو بنيجي نطلب بيتزاية بتلاقي الحواف عالية شوية. ادي كده اول بيتزاية اهو خرمناها. طبعا هنجيب الصينية نمسح المية اللي في الصينية وبعد كده ندهنها زيت عشان خاطر الزيت بيمنع العجينة ان هي تلزق معايا في الصينية. وهنشوف ده في نهاية الفيديو ازاي العجينة بتطلع لوحدها بسبب الزيت ومش لازقة في اي حتة. طبعا العجينة ما فيهاش دقيق لان الدقيق لو سبت العجينة عليها دقيق بيتحرق جوه النار. ادينا شفنا قطعة العجينة اهي نضيفة معلهاش اي دقيق خالص باينة في الكاميرا قدامنا. وهبتدي احطها لكم في قلب الصينية واوريكم ازاي بحطها في الصينية بحيث ان هي تنزل في قلب الصينية تبقى متساوية على طول. اهو ابتديت اعمل حواف زي بتاعة المطاعم في الصينية اهي على جنب دائرية وعالية سنة من الحواف. طبعا الصلصة لكل بيتزاية هتبقى 4 معالق صلصة. 4 معالق صلصة لازم اوزعهم في البيتزاية بالتساوي. هبتدي اوزعهم زي ما انتم شايفين كده في كل البيتزاية. هسيب حوالي سنتي او نص سنتي على الجناب. ليه بقى؟ عشان الصلصة على الجناب لو طلعت بره اولا بتخلي العجينة تلزق، ثانيا بتخلي الصلصة تتحرق من على الحرف. يبقى احنا كده عرفنا انا ليه سبت السنتي ده. ادي الصينية التانية برضه هوريها لكم بنفس الطريقة عشان العملية تبقى واضحة وسهلة جدا. طبعا البيتزا بتحب الجبنة قوي،
يعني كل ما زودت جبنة طبعا بتدي زيادة في المطة، وأفضل جبنة هي اللي أنا بستخدمها قدام حضراتكم. طبعا أنا فرشت نص كمية الجبنة، هبتدي أحط المكونات اللي أنا هستخدمها في الحشو. أنا مثلا دلوقتي هعمل لكم بيتزا تونة، حطيت التونة وحطيت الزيتون. طبعا ما جبت الزيتون ممرر لأن في أنواع. طبعا أنا عشان بحب البيتزا بالفلفل فحطيت بعض الفلفل الحار، حاجات بسيطة على البيتزاية. وفي الآخر لازم أغلف التونة برشة جبنة موتزاريلا من فوق عشان ما تتحرقش، لأن التونة كانت متصفية من المية كويس. البيتزاية التانية عندي هعملها عبارة عن بيتزاية لانشون حلواني، عليها بعض أنواع الجبن زي الجبنة الرومي والجبنة الشيدر. وممكن أي مكونات في التلاجة عندنا بدل ما تترمي ممكن نستخدمها في البيتزا، زي البصل زي الفلفل. بس لو هستخدم البصل لازم إن أنا أكرمله الأول عشان يطلع طعمه جميل. طبعا ممكن أحط فراخ بس أحمرها أخليها 3/4 سوا. ليه؟ عشان ما تطلعش معايا وتبقى نية. ممكن أحط لحمة، ممكن أحط أي حاجة، بس لازم اللحمة والفراخ أو الجمبري لازم يكونوا متشوحين سنة. شفتوا حضرتكم البيتزاية في الآخر طلعت عاملة إزاي؟ طبعا إحنا دخلناها في فرن على درجة حرارة 250. كانت على الأرض مباشر عشان البيتزاية على الأرض بتستوي أعلى. شفتوا البيتزاية شكلها عامل إزاي؟ تحفة تحفة، جميلة وروعة. هوريكم ازاي هنقطع البيتزاية اهو، قطعناها نصين. المفروض ان هي البيتزاية بتبقى 8 قطع. وقت التسوية طبعا بتاعنا حوالي 7 دقايق قطعة. طبعا هدوقها لكم دلوقتي وهتقولوا رأيكم عليها. ايه رأيك دلوقتي في البيتزاية المقرمشة؟ تحفة تحفة جدا بجد، وطعمها كان خطير جدا بجد، تسلم ايدك. ألف هنا وشفا، ونتمنى لكم اشتراك وعشان يوصلكوا كل جديد عشان تدعمونا. انا عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات عشان نقدر نعمل لكم فيديوهات تانية جديده. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية جديده. سلام.